شيخ جواد، هل لك أن تشرح لنا عن ما هي أسباب هذه الفيضانات؟ الحقيقة احنا تفاجأنا اليوم الصبح، اتصلوا فينا من حضانة انه في فيضان بيوف في الصفوف. طبعا جئنا مسرعين انا ورئيس اللجنة المركزية الاخ خالد ابو صباح. تفاجأنا في منظر مذهل، منظر فعلا ببين قديش الاستهتار من قبل البلدية في ابنائنا، مع العلم انه كان اتصال امبارح من قبل المعلمات في المكيد وفي البلديه انه في عندنا فيضان، ولكن البلديه لم تألو جهدا حتى امتلأت اغلب الصفوف يعني. واللي حضر اليوم من الاهالي شاف قديش المأساة اللي بيعانوا فيها اولادنا، روائح كريهه. انا اعتقد انه اولادنا مش رايحين يستطيعوا يتعلموا. انا من هذا الموقف اناشد البلديه واحثها، اذا احنا ما جاش فصل الشتاء كل سنة بصير هنا فيضانات، أنا أطلب معالجة الموضوع حالا وفورا، وإلا الأمور راح تتفاقم. لذلك أنا الشغلة اللي ضايقتنا إنه اتصالات للبلدية حتى الآن الساعة اللي هسه تقريبا 9:30 تقريبا، ولكن لم يحضر أي مسؤول من قبل المعارف، قسم المعارف في بلدية الطيبة للاطلاع على الأوضاع الموجودة. فهذا شيء عن جد يندى له الجبين. هنا تقريبا 3 صفوف حنوف ميوحات وصف حضاني يعد في يعني بعشرات او مئات من ابنائنا. لذلك نسال الله تعالى انه يعالج الموضوع وبسرعه، لان الوضع فعلا مزري. وانا اناشدهم انه فعلا بان يحضروا ويروا بأم اعينهم شو الوضع المزري اللي كان في هذه الصفوف.